يوليو 1967 مصر كانت مجروحة، النكسة تقيلة على القلب والليل طويل. بس في قلب العتمة كان في شرارة بتدور على لحظة اشتعال. التاريخ أول يوليو على ضفة القناة قرب بور فؤاد، منطقة صغيرة اسمها راس العش. رتل إسرائيلي مدرع، دبابات، مدافع، بيتقدم للسيطرة. فاكرين الطريق فاضي، فاكرين مصر ماتت، لكن ورا التلال الرملية 30 بطل من ولاد الصعقة المصرية، عيونهم من نار وعروقهم بتغلي بالطار. في لحظة الأرض كانت ساكتة، لحد ما أول قذيفة قطعت السكون والنار طلعت من جوف التراب. دباباتهم اتحولت لهياكل مشتعلة، ومدرعاتهم رجعت لورا زي فريسة مذعورة. وفضلت راس العش واقفة شاهدة إن الكرامة لسه عايشة. ومن هنا ابتدى الغضب المصري، ابتدت حرب الاستنزاف، وابتدت الحكاية اللي هتوصلنا لنصر أكتوبر.